السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا أحلى 3 أكلات شعبية إماراتية. من الله نتمنى إعجابكم، تكون سهلة وبسيطة وخفيفة عليكم. آه ال3 مكونات هي البلاليط والقرص والخبيصة. في البداية نبدأ بالخبيصة. عندنا ماي، نصب عليه سمن اللي هو سكر، ثم نضيف كوبين سكر لكل لتر ماي تقريبا. نضيف دبس العسل، كمية من دبس العسل اللي تناسبكم. ثم بعد ذلك نضيف اللي هو الهيل والزعفران، هذه المنكهات الحلوة. تعطي نكهة جميلة في الخبيصة. بعد ما نضيف الهيل والزعفران نحط شوية سمن ومع زيت، أو يمكنكم تستغنون عن واحد من الأشياء إذا كنتوا ما تحبون شيء من الأشياء. يعني إذا كنتم ما تبون زيت استغنوا عن الزيت، إذا كنتم ما تحبون السمن استغنوا عن السمن، والاثنين مع بعض يكون خلطة ونكهة حلوة ولذيذة إن شاء الله. بعد ما نضيف هذه المكونات نتريا على أو نخلط جميع المكونات مع بعض ونتريا على الماء لين يغلي. بعد ما يغلي عندنا الماء بهذه الطريقة تكون الغليان بالأطراف فقط. نضيف اللي هو طحين اللي هو محمر مسبقا. لتر الماء هذا نضيف كوبين من الطحين، طحين رقم 3 مع 2 محمر مسبقا. بعد ما نضيف الكوبين بشكل تدريجي نبدأ نحرك في الخليط شوي شوي حتى يتجانس معنا الخليط. بهذه الطريقة نخلط ونمكس لين تتجانس جميع المكونات. إذا كان في نقص في أي شيء نقدر نزيد زيت أو سمن. بعد ما يتجانس عندنا بهذا الشكل ويتماسك مع الماي والخليط نضيف اللي هو جوز الهند المبشور عشان يعطي نكهة طيبة. ونفس الشيء الحرارة تكون من تحت خفيفة، ما تكون عالية عشان ما يعطي طعم حراق أو حرق بشكل عام. نقلب ونضرب هذه حتى تستوي، وهذه مستوية حاليا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى البلاليط. عندنا نحمر البلاليط في قدر بدون أي إضافة أي شيء، بس نضيف البلاليط على القدر على النار ونبدأ نقلب ونحرك لين يبدأ يتشقر. عندنا نقدر نشقر بعضه أو كامل. نحن شقرناه بهذه الطريقة يكون أشقر بهذه الطريقة كله. ثم نضيف ماي في نفس الجدر لين مع الزيت لين يغلي عندنا الماي. بعد ما يغلي الماي نرجع اللي هو المعكرونة البلاليط حتى تستوي. طبعا الاستواء انتو تقايسون عليه. ثم في مشخلة، بعد ما نشخله من الماي نضيف عليه زعفران، قليل من الزعفران وقليل من الهيل، هذه المنكهات الحلوة. نعيدها مرة ثانية ونضيف عليه اللي هو السكر، كمية السكر اللي ترغبونها انتو. لكل كيس تقريبا 2 فنجانين سكر تقريبا. بهذه الطريقة يكون مناسب. في ناس تحب تضيف عليه بصل مكرمل، في ناس ما تحب. انتو ونكهاتكم إذا كنتوا تحبون البصل المكرمل. ثم نقلب البلاليط، وهذا البلاليط صار يستوي وجاهز. ثم بعد ذلك نبدأ في قرص المدقوق. نضيف كوبين من طحين البر أو 2.5 تقريبا على حسب الكمية المطلوبة. بعد ما نضيف 2.5 نضيف اللي هو الكمون اللي هو الخميرة وقليلا من الملح. ثم بعد ذلك نضيف الماي ونقلب ونبدأ نعجن. نضيف كوب ماي أو كوبين ماي يكون كافية. نقلب حتى تصير عندنا العجينة بهذا، نقلب هذا بيدينا حتى تصير العجينة عندنا بهذه الطريقة لينة شوي، مو ماسكة ولا أنها حق نفس الخليط الكيك. تكون بهذه الطريقة في رخوة، يعني فيها رخاوة شوية. بعدها نغلف بورق الزبدة اللي هو ورق الشفاف، ونتركها تتخمر لمدة 30 دقيقة تقريبا. إذا كان عندنا وقت كافي نخليها 30 دقيقة. ثم نقطعها ونعجنها ونفردها بهذه الطريقة.
ما تكون خفيفة جدا نفس الخبزة، تكون سميكة شوي. ثم نحمي زيت ونحط القرص على الزيت من الوجهين. النار تكون ما بعالية ولا بخفيفة، تكون بهذه الطريقة، نحمر بهذه الطريقة تكفي. وهذا القرص بعد ما صار عندنا جاهز، نحط فيه صحن ورق زبدة ونحط القرص عشان نشيل الزيت الزايد. ثم نجيب خلاط أو مقطعة هذا اللي تقطع، ونقطع الخبز بشكل مقطع شرايح صغيرة، ونضيف عليه سكر ونضيف عليه السمن، سكر وسمن. ثم بعد ذلك نضرب في الخلاط حتى يصير عندنا القرص مدقوق أو مقطع صغير صغير، قطع صغيرة بهذا الشكل تقريبا. تبون أكبر أو أصغر الشي يرجع لكم طبعا. ثم نضيف العسل المتوفر عندكم، أي نوع عسل حلو تقدرون تحطونه. بعد ما نضيف العسل نقلب الخليط مع بعض. وإذا حبينا نزيد عسل زيادة زدنا، وهذا كان كفة فكان بها. وهذا عندنا شكل القرص بعد ما جانس مع العسل والسمن والمكونات كلها. وعليكم بالعافية، وشكرا، لا تنسون المتابعة واللايك.